إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها الجزء الثاني والأخير من ورقة بحثية أعدها الكاتب والباحث ربيع محمد محمود بعنوان صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي، والذي نشره موقع قراءات إفريقية في 28 من أكتوبر الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الخطوط الجوية النمساوية تعلن عودة رحلتها التي كانت في طريقها إلى موريشيوس بعد عدم السماح لها بالتحليق فوق الأجواء الإريترية. بعد تقديم السودان شكوى ضد تشاد في الاتحاد الإفريقي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يحذر من تدفق السلاح والمقاتلين إلى السودان. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يزور الصومال. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. اضطرت طائرة ركاب كانت متجهة من فيينا بالنمسا إلى مدينة بورت لويس في موريشيوس إلى العودة إلى مطار فيينا بعد رحلة استغرقت 10 ساعات لفشلها في الحصول على إذن بالمرور عبر المجال الجوي الإريتري. ونقل موقع إيرو تليغراف عن متحدث باسم الخطوط الجوية النمساوية قوله إن الطائرة من طراز بوينغ 777 AR التي أقلعت من فيينا في 2 نوفمبر مرت عبر المجال الجوي للمجر وصربيا وبلغاريا ومصر والسودان ووصلت إلى البحر الأحمر، ولم يعرف سبب منع الطائرة من المرور عبر الأجواء الإريترية. ومع ذلك اضطرت الطائرة إلى إعادة ترخيصها قبل يومين بعد مرور طائرة ركاب مملوكة للشركة عبر المجال الجوي الإريتري. ويعتقد أن الطائرة المعادة غيرت مسارها ولم تتمكن من مواصلة رحلاتها باستخدام المجال الجوي لدول أخرى لعدم توفر الوقود الكافي. وقرر الطيارون أن الخيار الأفضل هو العودة إلى نقطة انطلاقها. وأضافت الخطوط الجوية النمساوية أنه بعد رحلة العودة في 3 نوفمبر توجهت رحلة أخرى من فيينا إلى موريشيوس عبر الأجواء المصرية والسعودية وسلطنة عمان. وفي الشأن نفسه أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية عن إيقافها مؤقتا الرحلات الخاصة بها في منطقة البحر الأحمر المتاخمة لإريتريا والسودان واليمن. وقالت الشركة إنها قررت تعليق رحلاتها الجوية في أجواء البحر الأحمر المتاخمة للدول الثلاث بعد أن لاحظ طياروها انعكاسات على ارتفاعات عالية في المنطقة. وأضافت الشركة أنها اتخذت هذه الخطوة لحماية سلامة الركاب والطاقم وضمان السفر الآمن لعملائها. حذر المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو من تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، مؤكدا أن تدفق السلاح سيكون كارثيا ومكلفا على الوضع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي. وخلال المقابلة التي أجراها معه موقع سودان تريبيون في العاصمة الأوغندية كامبالا، حث المبعوث الأمريكي دول الجوار السوداني لتكون قوة من أجل السلام بدلا من تأجيج نيران معاناة البلاد. وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي بعد شكوى تقدم بها السودان نهاية الأسبوع الماضي إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي ضد تشاد، متهما إياها بمساندة الدعم السريع في الجرائم التي يرتكبها من خلال تمرير العتاد العسكري والمرتزقة عبر حدودها، وفق ما ذكر موقع سودان تريبيون. قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام برينز الخميس بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشو
التقى خلالها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومدير وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالي عبد الله شنبلي. وبحسب وسائل إعلام صومالية، بحث لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس الصومالي الأوضاع الأمنية الحالية في الصومال والتوترات القائمة في منطقة القرن الإفريقي. كما تناول اللقاء تداعيات مذكرة التعاون التي وقعها رئيس الوزراء الأثيوبي مع رئيس حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي مطلع العام الحالي بشأن حصول أثيوبيا على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم الجزء الثاني والأخير من ورقة بحثية للباحث في الشؤون الإفريقية ربيع محمد محمود، والتي نشرتها مجلة قراءات إفريقية على موقعها الإلكتروني في 28 من أكتوبر الماضي بعنوان صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي، في إشارة إلى قمة أسمر الأخيرة واتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل الموقعة عام 2010. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى الجزء الثاني أو الحلقة الثانية والأخيرة من موضوع صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي. وكنا قد تناولنا في الحلقة الأولى أو الجزء الأول التقارب المصري الصومالي الإريتري من خلال قمة أسمرة ودخول اتفاقية حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، وتأثير هذين الحدثين في تغذية الصراع، باعتبار أن أثيوبيا هي من تتزعم وترعى اتفاقية عنتيبي مع دول الحوض، ومصر تتزعم وترعى التحالف المناوي لأديس أبابا. وتحدثنا أيضا عن تأثير هذا الصراع على النسق الإقليمي القائم على عناصر 4، وهي الوحدات والبنيان والمؤسسات والعمليات، وتناولنا تعريف هذه العناصر وبينا المقصود منها، ثم تطرقنا بعد ذلك للوحدات الإقليمية المتمثلة في دول المنطقة الصومال وأثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي، والفاعلون من خارج الإقليم والفاعلون الدوليون والحركات المسلحة. ثم في العنصر الثاني البنيان، ذكرنا أن الورقة تركز على مؤشرات قياس القوى والأدوار لكل من مصر وأثيوبيا باعتبارهما قوتين مركزيتين تؤثران وتتأثران بكتلتي أسمر وعنتيبي. ووضحنا أن هذه المؤشرات مادية وتشمل القدرات الحيوية والعسكرية والاقتصادية، ومؤشرات معنوية وتشمل القدرة السياسية والإرادة القومية والقدرة الدبلوماسية. واليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نبدأ حلقتنا من العنصر الثالث من عناصر بنية النسق الإقليمي، وهو العنصر المؤسسي. يقول الباحث ربيع محمد محمود: وفيما يخص العنصر الثالث من بنية النسق الإقليمي المؤسسات، فهي تشتمل على شقين تنظيمي كالمنظمات الدولية والإقليمية، وقانوني يخص المعاهدات والاتفاقيات. أولا، المنظمات الإقليمية. أثبتت تجارب السنوات الأخيرة عدم قدرة مختلف المنظمات الإقليمية المعنية على القيام بدور ملموس بشأن القضايا ذات الصلة بالقرن الإفريقي وحوض النيل. وفيما يرتبط بمصر، فهي إلى جانب مكانتها الإقليمية تستضيف مقر جامعة الدول العربية، ولديها أيضا عضوية في مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر: مصر والسعودية والسودان والأردن واليمن وإريتريا وجيبوتي والصومال. وتم الإعلان عنه في العاصمة السعودية الرياض في يناير 2020 كتكتل إقليمي جديد يتبنى رؤية شاملة للتعاون بين أعضائه، ويهدف إلى ضمان أمن البحر الأحمر وخليج عدن. أما أثيوبيا فلديها هي الأخرى مكانة إقليمية موازية في شرق إفريقيا، ورغم عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، إلا أن موقع مقره في أديس أبابا يعزز من النفوذ الدبلوماسي لأثيوبيا، كما أنها تسعى إلى الانضمام لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما قد يفتح آفاقا أمامها في الوصول البحري.
وقد سعت كل من مصر وأثيوبيا إلى تفعيل مكانتها داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة لتحقيق مصالحها وأهدافها وخلق حالة من الإجماع الإقليمي. فعلى سبيل المثال دعمت الجامعة العربية مصر في أكثر من مناسبة في قضية سد النهضة، وفي يونيو 2021 طالبت الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي التدخل لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي، ودعت أثيوبيا إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر. وردا على ذلك أصدر مجلس الأمن بيانا بلا أنياب مشيرا إلى أنه كقاعدة عامة لا تندرج قضايا المياه العابرة للحدود على جدول أعمال المجلس، وشجع الحوار بين مصر والسودان وأثيوبيا. وعلى الجانب الآخر لم تطلع الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد التي تضم في عضويتها أثيوبيا بدور ملموس في التدخل والوساطة في صراعات وأزمات شرق إفريقيا، إذ تشير تقديرات إلى أن الفاعلية المطلوبة للإيجاد قد أعاقها التنافس بين الدول الأعضاء والصراع المسلح والافتقار إلى قوى مهيمنة إقليمية لقيادة العمل الفعال، بما أسهم في تقويض التماسك السياسي الإقليمي وتقليص النهج الجماعي لدعم قضايا السلام والأمن الإقليميين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. ثانيا، أي من العنصر الثالث في بنية النسق الإقليمي الاتفاقيات والتحالفات. في ضوء غياب الدور الملموس للمنظمات الإقليمية، عملت القاهرة وأديس أبابا على توقيع اتفاقيات ثنائية وإقامة علاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية أكثر موثوقية مع بلدان أخرى من القرن الإفريقي وحوض النيل. وفيما يخص النيل، تستند مصر إلى اتفاقيات تاريخية ترفضها أثيوبيا في قيادتها ومبادرتها لاتفاقية عنتيبي، إذ يتمحور الخلاف الرئيسي حول هذه الاتفاقية بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع حول 3 بنود رئيسية تطالب بوضعها القاهرة والخرطوم، وهي: أولا، الاعتراف بحقوق البلدين في استخدام مياه النيل وفقا للمعاهدات السابقة المنظمة لها. ثانيا، ضرورة الإخطار المسبق بأي مشاريع تقام على مجرى النهر وفروعه قد تؤثر في تدفق مياهه. ثالثا، التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي. وكانت مصر وأثيوبيا والسودان قد أحرزت تقدما هامشيا نحو تسوية الخلافات من خلال اتفاق قادة الدول الثلاثة في مارس 2015 بالخرطوم على إعلان المبادئ، وهو الاتفاق الذي اعتبرته أثيوبيا قبولا مبدئيا لأول مرة من قبل مصر والسودان بسد النهضة، اعترفا فيه بأن نهر النيل أساس الحياة وأهم مورد للتنمية للدول الثلاث. ومع ذلك اعتبرت أديس أبابا استدلال مصر والسودان بإعلان المبادئ في احتجاجهما على سد النهضة ليس له أثر قانوني ملزم، لكونه لا يتطرق للتفاصيل والجزئيات، ولم يكن هذا هدفه، بل العمل معا بالنوايا الحسنة والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي. ومع فشل مفاوضات سد النهضة الأثيوبي على إثر اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، حاولت القاهرة الضغط على أثيوبيا من أجل الوصول لاتفاق ملزم عبر أطراف دولية. وفي مطلع عام 2020 صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة والبنك الدولي ومصر والسودان وأثيوبيا للإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن السد، مع الالتزام آنذاك بوضع خطة شاملة خلال أسابيع. وعلى الرغم من أن مصر كانت قد وقعت بالفعل بالأحرف الأولى على الاتفاق لإثبات التزامها، رفضته أثيوبيا مع استمرارها في بناء السد. وردا على ذلك فرضت واشنطن عقوبات مالية على أديس أبابا في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن مصر قد تلجأ إلى تفجير السد. وبعد أن أعلنت أثيوبيا بدء التشغيل التجريبي لسد النهضة في 2022
بدأت في تعزيز مساعيها في التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة بتوقيع عقود اتفاقيات للهدف ذاته مع جيرانها على غرار كينيا وجنوب السودان. وفيما يتعلق بالإشكالية السيادية البحرية، عملت مصر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية مع الصومال وإريتريا كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التحديات التي تفرضها أثيوبيا ببناء سد النهضة على نهر النيل. وكانت مصر قد وقعت اتفاقية أمنية مع الصومال، وأعلنت مشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال بحلول يناير 2025، في وقت أعلن فيه الصومال استبعاد القوات الأثيوبية من المشاركة في البعثة ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال. وفي الأسابيع الأخيرة سلمت مصر شحنات كبيرة من الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات والمدفعية كجزء من الاتفاق الأمني بين البلدين، وهو ما أثار استياء أثيوبيا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. رابعا، العمليات، وآخر عنصر من عناصر بنية النسق الإقليمي العمليات، وتنصرف إلى أنشطة سياسية مستمرة تتراوح بين أقصى درجات التعاون إلى أقصى درجات الصراع. ووفق هذا العنصر يمكن الإشارة إلى أن ديناميات القرن الإفريقي عادة ما تفرض على الأنظمة سلوكيات متقلبة باستمرار تتراوح بين التقارب والعداء، إذ أثبتت تجارب وأزمات السنوات الأخيرة عدم دخول قادة الإقليم في عداء أو تحالف مطلق مع أحد، سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. ويعزز هذا الطرح التحولات التي شهدتها بلدان الإقليم منذ عام 2018 مع تولي أبي أحمد رئاسة الحكومة الأثيوبية. ففي بداية حكمه لعب دورا كبيرا في التوصل لاتفاق التطبيع بين بلاده وإريتريا، والذي وضع حدا لنحو عقدين من حالة اللا حرب واللا سلم في البلدين، كما عزز التطبيع الأثيوبي الإريتري آنذاك من فرص الاستقرار الإقليمي، مع إعلان الصومال وإريتريا في العام ذاته اتفاقا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتنسيق بشأن القضايا الأمنية في المنطقة، وذلك بعد أن كان الصومال ساحة حرب بالوكالة بين أديس أبابا وأسمرا. وبالتزامن أيضا وقعت إريتريا وجيبوتي اتفاقا لم يتم تفعيله بعد لتطبيع العلاقات بعد نزاع حدودي طويل كان قد أدى إلى اشتباكات عسكرية بين الطرفين في العام 2008، وصولا إلى تبني قطر تشكيل قوات لحفظ السلام برعاية أممية في العام 2010، حتى قيام الدوحة بسحب قواتها على إثر الأزمة الخليجية في العام 2017، وهي الأزمة التي امتدت تداعياتها إلى القرن الإفريقي. وفي عام 2020 شكل قادة أثيوبيا وإريتريا والصومال تحالفا ثلاثيا سرعان ما انهار بعد أن حل حسن شيخ محمود رئيسا للصومال خلفا لعبد الله فرماجو، كما تزامن انهياره مع توقيع اتفاق بريتوريا للسلام لوقف الحرب في إقليم التيغراي. وكان لإريتريا دور كبير في الحرب الأهلية الأثيوبية. وفي حين دعمت أسمر الحكومة الفيدرالية الأثيوبية في قتالها ضد عدو مشترك متمثلا في جبهة تحرير تيغراي، أعاد اتفاق بريتوريا للسلام التوتر في العلاقات الثنائية بين أسمر وأديس أبابا، إذ كان يستبعد ضمنيا إريتريا مع سعي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى تقويض وإضعاف حكومة أبي أحمد من خلال مواصلة احتلاله لجزء كبير من إقليم التيغراي. وارتفعت وتيرة التوتر مع الطرح الأثيوبي حول الوصول البحري، وصولا إلى قرار أسمر في يوليو 2024 تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي لأسباب منها سوء معاملة المسافرين من وإلى إريتريا. وبعد أن أثار رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مخاوف جيرانه في أواخر 2023 بتأكيده على ضرورة تأمين منفذ بحري، وسط إشارات مباشرة آنذاك إلى ميناء عصب ومسوع الإريتريين، شددت حكومات القرن الإفريقي على أن السيطرة على سواحلها غير قابلة للتفاوض. وتجددت هذه المخاوف
مع توقيع أثيوبيا مطلع عام 2024 مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، في وقت لم تفلح فيه حتى الآن الوساطة التركية بين أثيوبيا والصومال في اختراق الأزمة. وكانت جيبوتي ترعى مفاوضات بين حكومتي الصومال وأرض الصومال لتسوية المسائل العالقة، حين أعلنت أثيوبيا مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. كما عرضت جيبوتي على أثيوبيا إمكانية إدارة كاملة لميناء تاجوراء، والذي يعد ميناء استراتيجيا لخطط أثيوبيا التجارية. وهذا العرض جاء في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في منطقة القرن الإفريقي وضمان وصول أثيوبيا إلى البحر. وبالتزامن مع مناقشات الطموحات الأثيوبية في الوصول البحري، كشفت أديس أبابا عن وثيقة الاستراتيجية الرئيسية للمياهين البحر الأحمر ونهر النيل، والتي تطرح ما ينبغي أن تسير عليه السياسة الأثيوبية في سبيل تحقيق مصالحها في القرن الإفريقي وحوض النيل. وهي الوثيقة التي حملت عدائيات مباشرة تجاه سيادة دول الجوار ومصالحها في المنطقة. وكانت القاهرة من أبرز محطات الجولات المكوكية التي قام بها رئيس الصومال منذ بدء أزمة المنفذ البحري. وسبق أن شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مشترك مع نظيره الصومالي على رفض بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه وسلامة أراضيه. في خضم ذلك اتخذت مصر خطوات متبادلة لتعميق التعاون مع الصومال، بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية. كما وقع زعيما البلدين اتفاق دفاع مشترك مع تعهد مصر بأن تكون القاهرة من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي في المرحلة الانتقالية، وذلك لمنع الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع صراع النفوذ المصري الأثيوبي وانعكاساته على بنية واستقرار النسق الإقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ختاما يقول ربيع محمد محمود: في ضوء التطورات والسياق الإقليمي المعقد، يمكن القول إن تناقضات المصالح قد فرضت نفسها بشكل كبير على ديناميات وتحالفات القرن الإفريقي وحوض النيل، مما يعزز من فرضية ارتباط تأطير قمة أسمرة كأحد مخرجات التقارب المصري الصومالي الإريتري، ودخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ بصراع مصر أثيوبي على المصالح والمكانة والنفوذ الإقليمي. ويبقى الدور المصري الإقليمي في القرن الإفريقي وتحديدا الصومال مرهونا بمدى قدرة القاهرة على تعويض الانتشار العسكري الأثيوبي في الصومال، ودعم حكومة حسن شيخ محمود في مواجهة التحديات المختلفة، وعلى رأسها حركة الشباب، إلى جانب حفظ سيادة بلاده الوطنية بما في ذلك الحيلولة، دون دخول مذكرة التفاهم البحري بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي حيز التنفيذ. في المقابل تعمل أثيوبيا على تعزيز أدوارها الإقليمية عبر اتفاقية عنتيبي، ومن المحتمل أن تؤثر سلبيا ليس فقط على حصة مصر في مياه النيل، بل أيضا قد تؤثر على إمكانية مصر الإقليمية، ما لم تعمل القاهرة على تكبيل هذه الاتفاقية أو الحد من تأثيراتها على أقل تقدير. إجمالا، قد تعيد التطورات الراهنة وخارطة التكتلات الإقليمية البديلة تشكيل بنية النسق الإقليمي للقرن الإفريقي وحوض النيل برمته، وتضعها أمام خيارات مفتوحة أقصاها دخول الأطراف والتكتلات المتنافسة في حرب إقليمية شاملة، بما قد يستدعي تفكك حكومات قائمة وانفجار حروب أهلية، خاصة ذات النظام الفيدرالي الإثني، وأدناها عودة المنطقة إلى حالة لا حرب ولا سلم، بما قد يضعها في حالة دائمة من عدم الاستقرار وقابلية الانفجار في أي لحظة. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الخطوط الجوية النمساوية تعلن عودة رحلتها التي كانت في طريقها إلى موريشيوس بسبب عدم السماح لها بالتحليق فوق الأجواء الإريترية. بعد تقديم السودان شكوى ضد تشاد في الاتحاد الإفريقي،
المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يحذر من تدفق السلاح والمقاتلين إلى السودان. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يزور الصومال. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.